يبدأ الفيلم في مستشفى للولادة، وكل الأهالي فرحانين بأولادهم وبيصوروهم، وبتبقى المستشفى في حالة من البهجة. في نفس الوقت بتكون السيدة أندريا مع الدكتور تعرف انها هتخلف بنت، وبتتضايق لما هاري جوزها بيعرف ان المولود بنته، وبيقول للدكتور انه كان نفسه في ولد، والدكتور بيستغرب جدا من كلامه. وبتعدي 8 سنين وبتكبر ماتيلدا، واهلها بيكونوا بيعاملوها وحش جدا ومحدش منهم بيهتم بيها. لكن ماتيلدا بتكون بنت ذكية جدا لدرجة انها بتعلم نفسها القراءة والكتابة، وبتروح لمكتبة الأنسة فيليبس عشان تستعير منها كتب. ولما بترجع بيتها بتلاقي امها وابوها بيتخانقوا عشان المفروض هاري كان قدم لها في المدرسة وهو نسي، وبيقول انه مش فاضي وعنده شغل كتير. فبتقول له مراته يوطي صوته شويه لان مسؤول التعليم ومعاه مدرسه موجودين عندهم علشان يعرفوا هم ليه ما قدموش لبنتهم. فبيدخلوا يقعدوا معاهم، والمدرسه بتشوف ماتيلدا وبتقوم وراها عشان تتكلم معاها، وبنعرف ان اسمها هاني، وبتحكي لها ان في المدرسه هتتعلم التاريخ والموسيقى والادب. فبتحب كلامها، ولما هاني بتمشي بيروح هاري لماتيلدا وبيقول لها انها هتروح مدرسه المديره بتاعتها اسمها ترانشوبل، وهي ست ضخمه وقويه وصارمه جدا، وكانت بتلعب العاب قوه والاطفال كلهم مش بيحبوها. وهو كلمها وعرفها ان بنته مشاغبه، فبتديله ماتيلدا وبتقول له انه كده هيظلمها، لكن هو مش بيهتم بكلامها وبيسيبها ويمشي. وبنعرف ان ماتيلدا مش عايشه في اوضه الاطفال اللي كانت اهلها مجهزينها لها، ومقعدينها في مكان شبه المخزن. فبتفكر ماتيلدا وبتخرج من اوضتها بهدوء، وبتدخل اوضه هاري وبتحط ماده على مقوي الشعر بتاعه، وهاري بيحط المقوي على شعره ومش بيصدق نفسه لما بيلاقي لونه بقى اخضر، وبيصرخ وبيروح على ماتيلدا لانه متاكد ان هي اللي عملت كده، لكنه بيستغرب لما بيشوفها نايمه في سريرها. تاني يوم ماتيلدا بتصحى بدري وبتجهز عشان تروح المدرسه، وفي الطريق بتتسلى وبتحكي لنفسها قصة الطبيب اللي اتجوز لاعبة سيرك. وبتوصل ماتيلدا المدرسة وبتلاقيها لسه ما فتحتش أصلا، وبتبص على المدرسة وهي متحمسة، وبتشوفها فيليبس وبتقول لها إن المدرسة هتفتح بعد ساعة وممكن تيجي تقعد معاها. فبتقعد ماتيلدا معاها وبيتكلموا سوا، وبتحكي لها عن قصة الدكتور اللي مسيطر على دماغها الفترة دي، وإنه كان قوي جدا وحب لاعبة أكروبات مميزة واتجوزه وقدموا عرض كبير ونجح جدا. بعدها بتسكت ماتيلدا وبتوعد فيليبس إنها هتكملها القصة بكرة، وبتجري عشان تلحق المدرسة. فبتبص لها فيليبس وهي مبهورة بسبب ذكائها، وبتدخل ماتيلدا المدرسة، وهناك بتشوف مجموعة من الطلبة بيتمرنوا، وترانشوبل شايفاهم في الكاميرا وبتقول لهم انها لو ما لقيتهمش في فصلهم خلال 5 ثواني هتعاقبهم. فبيجروا كلهم بسرعة على الفصل، وهاني بتاخد ماتيلدا وزميلتها لفصلهم وبتنبه عليهم انهم ما يتأخروش تاني ابدا. وبنشوف ان هاني بتتعامل مع طلابها بحب وطيبة، بتطلب من ماتيلدا انها تمسح السبورة، وبتتكلم معاها وبتعرف منها انها بتحب القراءة وبتعرف مجالات مختلفة لكتاب كبار. فبتقرر هاني انها تروح لترانشوبل وتطلب منها انها تطلع ماتيلدا لصف اعلى لانها بنت عبقرية، وبتبقى بتكلمها وهي خايفة منها ومتوترة. لكن ترانشوبل مش بتقتنع بكلامها، وبتقول لها ان هاري حذرها من بنته المشاغبة، وبيبان انها مديرة صعبة جدا. وبعد المدرسة بترجع ماتيلدا للبيت، وبتسمع ابوها بيحكي لمراته عن الحال اللي بيعملها علشان يخلي الناس تشتري منه العربيات وما يلاحظوش عيوبها. فبتقول له ماتيلدا ان ده غلط وضد القانون، وهو بيتعصب من كلامها. وساعتها بتجيلها فكرة تاخد بيها حقها، وتاني يوم بتحط لزق في طاقية ابوها وبتديها له وهو خارج، وبتلاقي انه دايما بيكلمها على انها ولد، ودي حاجة بتضايقها جدا. وفي المدرسة زمايلها بيسألوها ازاي حلت المسائل الصعبة اللي كانت على السبورة، وواحد منهم بيقول لها ان واحدة بذكاء اكيد تقدر تسيطر على ذهنها وممكن تحرك اي حاجة حواليها من غير ما تلمسها. فبتحاول ماتيلدا تركز على علبة عصير وتحركها لكنها مش بتعرف. وفجأة بيجي زميلهم وبيقول لهم يخبوا على ترانشوبل عشان عاوز تعاقبه، وكلهم بيضحكوا عليه ما عدا ماتيلدا اللي بتقرر انها تساعده، وبتخليه ينام على الارض ويتغطى بالجواكت بتاعتهم. وبتخرج ترانشوبل وبتسأل عليه، فبتقول لها ماتيلدا انه مريض ونايم بقاله ساعة. وبتشوف فنت عاملة ضفاير وبتنده عليها لانها عقدة حياتها انها تشوف حد عامل ضفاير. فبتتضايق ماتيلدا من اللي بتشوفه، وبتقرب ترانشوبل منها وبتعرف انها ماتيلدا بنت هاري، وبتقول لها ان ابوها موصيه عليها عشان تعلمها الادب. وبعد المدرسة بتروح ماتيلدا لفيليبس عشان تكمل لها القصة، واللي بنعرف ان اسمها قهر الاصفاد. وبتقول لها ان يوم العرض قهر الاصفاد ومراته اعلنوا انهم لغوا العرض لان مراته طلعت حامل، والجمهور بيفرح علشانهم وبيسقف لهم. لكن اخت مراته من الاب بتبقى هي اللي منظمه العرض ودافعه كل تكاليفه، وبتضغط عليهم وبتقول لهم ينفذوا العقد اللي بينهم يا اما هتوديهم السجن. وبتسكت ماتيلدا، وفيليبس بتترجاها انها تكمل، لكن ماتيلدا بتفهمها ان احداث القصه بتيجي في دماغها على مراحل، وبتقول لها انها لازم تمشي عشان امها ما تقلقش عليها. وطبعا دي مش الحقيقه، لكن ماتيلدا بتوهم نفسها ان اهلها بيهتموا بيها وبيحبوها،
تاني يوم وقت الغدا في المدرسة هاني بتروح لماتيلدا وبتقول لها انها عبقرية وهي هتقف جنبها وهتجيب لها كتب تساعدها في تنمية ذكائها. فبتتبسط ماتيلدا لانها اول مرة تحس ان حد بيهتم بيها، وللاسف بتشوفها مترانشوبل وبتعتب على ماتيلدا وبتقول لها انها اكلت كيكة الشوكولاتة بتاعتها، وماتيلدا بتحاول تقول لها انها ما عملتش حاجة، وقبل ما تعاقبها بيكتشفوا ان طالب اسمه بروس هو اللي اكلها، وبتروح ترانشوبول ناحيته وهو بيكون خايف جدا منها، لكن هي بتجيب له كيكة كبيرة جدا. بروس بيبص للكيكة وبيقول لها انه مش هيقدر ياكل الكيكة دي كلها لوحده، وهي بتفهمها انه لو اكلها هيتعب، فبياكل اول حتة وبيبتسم، وماتيلدا بتقول له يكمل ويتشجع، وفعلا بيقدر ياكلها وزمايله هاني بيفرحوا، لكن ترانشبول بتقرر انها برضه هتعاقبه، وساعتها ماتيلدا بتفكرها انها وعدته انها هتسامحه، وبتمسك ايد بروس وبتروح ناحية ترانشبول وهي متضايقة انها بتعارضها. وبعد المدرسة بتروح ماتيلدا لفيليبس. بعد ما بترجع ماتيلدا البيت بتلاقي قدام اهلها شنطة فلوس ابوها جمعها من النصب على الناس، فبتقول له ان اللي بيعمله ده غش، وبتكون متضايقة من معاملته ليها، وبتكمل لنفسها القصة وبتقول ان البنت الصغيرة كانت بتتحمل معاملة خالتها ليها وما بتقولش لابوها عشان ما يتضايقش. وفي يوم خالتها بتحطها في قبو البيت وبتقفل عليها وبتخرج، ولحسن الحظ ابوها بيجي من الشغل بدري وبيسمع صوت عياط بنته، وبيروح يكسر باب القبو بسرعة وبيجري يحضن بنته وبيطمنها انه جنبها ومش هيسيبها تاني، وبيقرر ياخد عربيته ويروح لخالتها عشان يحاسبها على اللي عملته مع بنته، لكن للاسف مرجعش من اليوم ده تاني ولا حد عرف عنه اي حاجة. وبعد ما ماتيلدا بتخلص قصتها بتلاحظ ان الباسكت اللي جنبها متطبق من قوة غضبها. في اللحظة دي بتفهم انها عندها قوة خارقة. وتاني يوم في المدرسة بتتفاجئ بكل زمايلها بيدوها هدايا، ولافندر بتقابلها وبتقول لها انهم بيعتبروها البطلة بتاعتهم لانها وقفت في وش ترانشبول اللي بتكون مراقباهم وسامعة كل كلامهم، وبتفكر لهم في خطة وبتدخل الفصل بتاع هاني وبتقول لهم يجهزوا عشان عندهم تدريب، وبتاخدهم يتدربوا وبتقعد تتخيل نفسها في عالم ما فيهوش اطفال. وساعتها بتروح لها هاني وبتطلب منها انها توقف التدريبات لان الاطفال كده هيجرى لهم حاجة، فبتتضايق ترانشبول لانها بتتدخل في قراراتها مرة تانية. ولما بتيجي تشرب بتلاقي السحلية بتاعت لافندر في الكوباية، فبتبص على الولد اللي في وشها وبتفتكر ان هو اللي حطها لها، وبتعتب ماتيلدا عليها وبتزعق لها، فبتبقى دي الفرصة الوحيدة لترانشبول علشان تعاقبها. وبسبب غضب ماتيلدا من كل اللي بيأذوها في حياتها بتركز على الكوباية اللي فيها السحلية وبتقدر تحركها وبتحدفها ناحية ترانشبول، والسحلية بتيجي على هدومها فبتجري بسرعة عشان تغيرها. وهاني بتبقى مصدومة من اللي عملته ماتيلدا ومبسوطة في نفس الوقت. وبعد ما الأولاد بيدخلوا الفصل ماتيلدا بتوري هاني قدرتها على التحكم في الأشياء بعينيها، وبعد المدرسة هاني بتعزمها تشرب شاي معاها في بيتها واللي بيكون عبارة عن كوخ من الخشب، فبتسألها ماتيلدا هي ليه ما عندهاش بيت كويس تعيش فيه، فبتعرفها هاني إن أبوها مات وهي صغيرة وخالتها بقت الوصية عليها وكانت بتعملها بقسوة، وقدمت ورق للمحكمة مكتوب فيه إن أبو هاني تنازل لها عن بيته. فبتقول لها هاني على سر وهو إنها شاكة إن أبوها يكون مات في حادثة زي ما خالتها قالت، وبتكمل لها كلامها إن عشان تبعد عن ظلمها وقسوتها عاشت في الكوخ الصغير ده. وماتيلدا بتشوف وشاء لعيبة الأكروبات في قصتها مع هاني وبتسألها جابته منين، فبتعرفها هاني إنه بتاع أمها وادته لها قبل ما تموت. وهنا بتفهم ماتيلدا إن لما هاني زارتهم أول مرة في بيتهم حست بمعاناتها والظلم اللي تعرضت له، وبسبب قوتها الخارقة شافت قصة حياتها على إنها قصة في خيالها، وبتعرف من هاني إن ترانشبول تبقى خالتها، وبتخرج من الكوخ وهي متعصبة من ترانشبول ومقررة إنها تتحداها، وتروح لصندوق الخشب اللي ترانشبول بتعاقب فيه الطلاب وتركز كل غضبها عليه لحد ما بيتكسر. ولما بترجع البيت بتتفاجئ إن أهلها بيحضروا شنطتهم عشان يهربوا من الناس اللي نصبوا عليهم وإنهم هيسافروا لأسبانيا، بس هي بتتضايق عشان مش عاوزة تسيب هاني الوحيدة اللي اهتمت بيها، وبتطلع على أوضتها تعيط. تاني يوم بتروح لفيليبس وما بتلاقيهاش، فبتبعت لها رسالة بتقول لها فيها إن مش كل قصة نهايتها بتكون سعيدة، وفي طريقها لمدرستها بتدرب نفسها وبتطير الطاقية بتاعتها وبتقدر تتحكم فيها. ولما بتوصل المدرسة بتلاقي ترانشبول شالت كل الألعاب بتاعتهم في الفصل كعقاب ليهم على الصندوق اللي اتكسر، وبتعمل لهم اختبار مفاجئ وبتسأل أسئلة صعبة جدا، وبتحصل فوضى في الفصل. وماتيلدا بتنتهز الفرصة وبتحرك الطباشيرة وبتكتب رسالة على السبورة من أبو هاني لترانشبول بيأمرها فيها إنها ترجع البيت لبنته وتمشي من البلد كلها وإلا هيرجع يخلص عليها زي ما عملت فيه. وهو بتصدق ترانشبول الكلام وبتتجنن أكتر، وبتبقى ماتيلدا بتتحكم في السلاسل اللي حواليهم وبتعملها على شكل إنسان عشان تخوفها، وبتوقف شعرها وبتعمله ضفيرتين. فهاني بتاخد مفاتيح المدرسة وبتقولها تمشي وما ترجعش هنا تاني، فبتجري ترانشبول بسرعة وبتهرب من المدرسة، والطلاب بيفرحوا وبيحتفلوا بحريتهم. في الوقت ده بيوصل هاري عشان ياخد ماتيلدا ويسافروا، فبتكون حزينة وهاني بتعرض عليه انه يسيب ماتيلدا معاها وهي هتهتم بيها، وبتبص لماتيلدا وبتكون خايفة انها تفتقدها، وهاري بيسأل ماتيلدا فبتوافق على طول، وقبل ما يمشي بتخلع له الطاقية اللي لازقة في شعره
شعره وما كانش عارف يشيلها، وبتجري ماتيلدا تحضن هاني، وبعدها بيغيروا شكل المدرسة وبيعملوا فيها ألعاب، وبتعيش ماتيلدا مع هاني في بيتها وهي سعيدة بعد ما لقت منها الحب والاهتمام اللي كانت مفتقدة مع عائلتها. لايك للفيديو لو عجبك يا صديقي، وما تنساش تشاركنا برأيك في التعليقات، واقترح لنا أفلام تحب نلخصها، وما تنساش تشترك معانا في القناة علشان تشوف كل ملخصاتنا اللي جاية.